السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. معاكم ايه ابراهيم، ودي قناتي ايه والمطبخ. باذن الله هعمل معاكم النهارده قرص طريه هشه خفيفه، تنفع جدا للفطار للعشاء مع كوبايه بقى كده شاي بلبن، لزوم بقى السقسقه. كمان تنفع جدا لجوع نص الليل، او بمعنى اصح يعني المنقذه لجوع نص الليل. عايزه اقول لكم ان طعمها حلو جدا ولذيذه جدا جدا. هقول لكم كمان ازاي نسوي القرص في فرن البوتاجاز بدون شواية، بدون مروحة، وتطلع بفضل الله بالشكل واللون ده. تعالوا بقى كده نشوف الطريقة، بس متنسوش اللايك والاشتراك في القناة. اول حاجة بقى معايا كده نص كوباية من اللبن الدافي، معايا كمان نص كوباية من اللبن الدافي. احط عليهم معلقة كبيرة من دي خميرة كوكس حلوة جدا جدا في المعجنات. الكيس ده اللي هو 10 جرام. احط كمان معلقة كبيرة من السكر، هبدأ بقى اقلب كده المكونات مع بعض. اول بقى ما الاقي كده الرغاوة دي على الوش، اعرف ان الخميرة نشطة وهبدأ اكمل شغل بيها. احط كمان بيضاية وهقلب المكونات دي كويس جدا مع بعضها. هبدأ بقى انزل كده بنص كيلو من الدقيق، لو عايرتين مج الشاي العادي هيبقى 4 كوبايات. احط عليه كمان ربع معلقة صغيرة من الملح. في البداية كده بقى هبدأ اقلب بالمعلقة، وبعد كده هبدأ ان انا اعجن بايدي. بعد بقى ما لميت العجينة كده هحط 4 معالق زيت. ابدأ طبعا اعجن كده. صراحة حسيت بقى ان العجينة قاسية شوية، فحطيت معلقتين من المية الدافية، بس مش هزود مية عشان العجينة ما تبص معايا، يعني يا دوبك هما معلقتين من المية الدافية. هنا عجنت قد ايه؟ عجنت لمدة 10 دقايق. طبعا كل 3 دقايق بريح ايدي. هبدأ بقى احط كده في الطبق زيت والعجينة من فوق زيت. بعد كده هبدأ اغطيها بستريتش. طبعا ممكن تغطيها طبعا بكيس تلاجة. هبدأ اطلبها كده تخمر معايا. هنا كانت خمرت، يعني هي التخمير بتاعها كده بعد ساعة. هبدأ بقى اشكلها بالشكل ده وهقسمها ل4 أجزاء. هبدأ بقى اشكل كل جزء بالطريقة دي. احط بقى كده رشة دقيق، وهجيب اول كورة شكلتها عندي، وبعد كده هبدأ ان انا افردها بالنشابة. هبدأ بقى افردها بالشكل ده. طبعا السمك بتاعها بيبقى تخين. هجيب بقى صاج عندي مدهون كده بقليل جدا من الزيت، وهبدأ احطها في الصاج. ده بقى السمك بتاعها اهو، لازم يلين شوية. بعد بقى ما خلصت عندي كده هسيبهم برضو يرتاحوا لمدة نص ساعة. هغطيهم بفوطة واسيبهم يرتاحوا لمدة نص ساعة. يعني طبعا بعد النص ساعة هبدأ بقى اجيب عندي ربع كوباية من اللبن، نص معلقة كبيرة من السكر، دوبتهم كويس مع بعض، وهبدأ ادهن بيها وش العجين او القرص عندي. طبعا بدهن بالراحة جدا، انا مسرعة الفيديو. انا بدهن بالراحة جدا او بشويش جدا عشان ما اضيعش التخمير بتاع العجين. هبدأ أجيب عصاية شيش طاووق أو سنة، يعني سن سكينة، وهبدأ أخرمها بالشكل ده. طبعا برضو لما بخرمها بشويش جدا عشان مضيعش التخمير.
هبدأ بقى اجيب كده قطع صغيرة جدا من الزبدة واحطها في الاخرام اللي انا عملتها. طبعا هنا الزبدة طبعا هتديني طعم حلو جدا للقرص. بعد ما خلصت عندي بقى كده معايا زعتر جاف او زعتر فريش لو حابة، وهبدأ بقى احطه بالشكل ده. معايا كمان سمسم، هبدأ برضو احط، بص عملت 2 بالسمسم و2 بالزعتر الجاف. طبعا تقدري برضو تستخدمي حبة البركة لو حباها. خلاص اهو بقى هبدأ بقى ان انا ادخلهم على فرن حامي، بحط الشبكة فوق الصاج مباشرة. آه، طبعا الفرن طبعا بيفضل حامي. وخرجتها بعد ربع ساعة. اول ما خرجت رشيتها ببسيط من المية وغطيتها بفوطة لمدة 5 دقايق. طبعا اول ما بلاقي ان الرز بتاخد معايا لون بلف الصاج معايا عشان تاخد لون من كل الاجزاء. طبعا لو فتحت شواية طبعا يعني من شوية هتلاقي اللون القمر ده. تعالوا بقى كده نقطعها ونشوف الهشاشة الحلوة بتاعتها من جوه. عايزة اقول لكم ان طعمها حلو جدا جدا. عجبت ابني وجوزي جدا جدا. زي ما قلت لكم طبعا تنفع فطار، تنفع عشاء، تنفع جدا جدا لجوع نص الليل. زي ما انتم شايفين بقى الهشاشة والطراوة الحلوة بتاعتها. يعني لو طلعت من الفرن ناشفة ما تخافيش، هي دوبك بس هترشيها بشوية مية وهتغطيها فوطة لمدة 5 دقايق، هتطلع معاكي بالطراوة الحلوة دي. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اشتراك في القناة فضلا وليس امرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.